عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ومناسبة شهر رمضان المعظم عاده الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير. اتكلمنا في المحاضرة السابقة من محاضرات علم المحاسبة. كنا واقفين عند ازاي نقرا الاصول او ازاي بيتم تمويل اجمالي الممتلكات الخاصة بالمنشأة. وقلنا ان الممتلكات بتكون او اللي هي الاصول بتاعة المنشأة بتكون اصول طويلة الاجل او اصول غير متداولة، واصول متداولة او اصول قصيرة الاجل. وقلنا بيتم تمويلها عن طريق يا اما التزامات او حقوق الملكية. التزامات يعني بتستلف من الخارج، يعني مثلا عن طريق بقى المساهمين او عن طريق الدائنين او من حقوق الملكية اللي هو مثلا اصحاب المنشأة نفسها. لان احنا قلنا ان طبعا الشخصية مستقلة عن المنشأة. شخصية صاحب المشروع بتكون في القانون شخصية مستقلة عن المنشأة. النهاردة هنتكلم عن مبادئ وفروض علم المحاسبة اللي هي الاكاونتنج برنسبلز. اول مبدأ عندنا اللي هو مبدأ الحيطة والحذر او الكونزرفاتيزم، مبدأ الحيطة والحذر. المبدأ ده وفقا للمبدأ بيتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة خلال الفترة المحاسبية، ولا يتم الاعتراف بالأرباح المتوقعة خلال نفس الفترة المحاسبية. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت برضو خدنا المثال على برضو ازاي نقدر نحسب طبقا لمبدأ الحيطة والحذر. بناخد التكلفة او سعر السوق ايهما اقل، وبنشوف بقى ده كده عشان نقدر نقيم المخزون في نهاية السنة المالية. قلنا في فرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون. تسعير المخزون بيكون في خلال السنة المالية، في خلال الفترة المالية العام المالي، اما تقييم المخزون فبيكون في نهاية السنة المالية. وبرضو تعرضنا للمبدأ المقابلة وفرض الاستحقاق. وقلنا المقابلة اللي هو مقابلة الإيراد بالمصروف خلال الفترة المحاسبية. وخدنا بعد كده هو الأكرور برنسبل أو فرض الاستحقاق. وقلنا إن وفقا لهذا الفرض إن هو بيتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات اللي تخص الفترة المالية المحاسبية بصرف النظر عما إذا كانت المصروفات قد تم سدادها خلال هذه الفترة المحاسبية أو الإيرادات قد تم تحصيلها من العملاء خلال الفترة المحاسبية أم لا. خدنا مبدأ الأهمية النسبية، وقلنا إن هو وفقا لهذا المبدأ بيتم الاعتراف بالأصول ذات المبالغ الكبيرة، أما اللي هي بتكون ذات أهمية أو ذات أهمية صغرى أو دنيا أو مبالغها بتكون ضئيلة، دي ممكن تتحط ضمن المصروف، بس بشرط إن الثبات على التسجيل المحاسبي. يعني ما يجيش واحد يحط آلة كانت جاية مثلا ب3000 جنيه ويروح جاي حاططها في الأصول، وبعدين السنة اللي بعديها يجي ينسى يحطها في المصروفات. ما ينفعش الكلام ده. عشان نقدر نعمل مقارنة بين المبالغ وبين الفترات المالية بعضها البعض، نقدر نعرف ازاي المصروفات ماشية شكلها ايه، نقدر نقارن بينهم، ونقدر نعرف الايرادات برضو نقدر نقارن ما بين الاعوام المالية والفترات المحاسبية، وعلى اساسها نقدر نعمل الموازنة التقديرية برضو للمستقبل. برضو ده بيفيدنا في ان احنا لما نيجي نعرض القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية بيتم عرض البنود ذات الأهمية النسبية. أولا في عندنا مبدأ اسمه مبدأ الثبات. وفقا لهذا المبدأ لازم يكون ده اللي احنا قلنا عليه برضو، ان لازم يجب الثبات على التسجيل المحاسبي من الفترة المالية إلى الفترة المالية الأخرى. وإذا تم تغيير النظام التسجيل المحاسبي فهذا يجب أن يشير إليه المراجع القانوني ويوضح
مدى تأثيره على البنود المحاسبية المختلفة، ويوضح أيضا سبب التغيير، لماذا قامت المنشأة أو المنظمة بهذا التغيير. طبعا عندنا السياسات مثلا المحاسبية زي سياسة الفايفو، بتنشر المنظمة أو المنشأة بتأيد المخزون، بتقيم المخزون على أساس أو بتسعر المخزون على أساس طريقة فايفو، أقدم الأسعار، الوارد أولا صادر أولا، وبعدين تيجي في العام اللي بعد كده وتغير سياستها وتستخدم طريقة WA أو المتوسط المرجح. ما ينفعش الكلام ده، لازم تستقر على طريقة أو سياسة محاسبية موحدة. في عندنا مبدأ اسمه مبدأ الجوهر قبل الشكل. ان طبعا لازم تكون الجوهر بتاع القوائم المالية، طبعا مراعاة الجوهر بتاع القوائم المالية، وليس فقط ان القوائم المالية تتحط طبقا لشكلها القانوني او طبقا للمعايير المحاسبية فقط، ولكن يجب مراعاة جوهر القوائم المالية ايضا. يجب ان يكون جوهر القوائم المالية واضح ومفهوم وللقارئ العادي. في عندنا مبدأ اسمه مبدأ الإفصاح أو الديسكلوزر. مبدأ الإفصاح وهو أن يجب أن تفصح المنظمة عن سياستها المحاسبية التي اتبعتها عند إعداد القوائم المالية. وقلنا أن القوائم المالية في أي منشأة أي منظمة طبقا للمعايير المحاسبية هم 5 قوائم أساسية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة الإيضاحات المتممة. وقلنا أن قائمة الإيضاحات المتممة هي قائمة مكملة للقوائم المالية، وتلزم ضمن القوائم ال5 الأساسية للقوائم المالية. هناك 3 اعتبارات تحكم إدارة المنظمة في اختيار سياستها المحاسبية. أول حاجة، أول اعتبار اسمه الحيطة والحذر اللي احنا اتكلمنا عنه، والأهمية النسبية، والجوهر قبل الشكل. في عندنا المبدأ الثامن مبدأ الشفافية أو الترانسبيرنسي، أي أنه يجب مراعاة الشفافية التامة والحيادية عند الإفصاح بكافة البيانات المتعلقة بالمنظمة. في عندنا مبدأ اسمه going concern أو مبدأ الاستمرارية، وهو ان احنا بنعتبر طبعا ان المنشأة عمرها مستمر، مش هتقفل بكرة او هتقفل في اجل قريب، ولكن بنفترض الاستمرارية في نشاط المنظمة او المنشأة. في عندنا الدورة المحاسبية. الفصل الثاني بيتكلم عن الدورة المحاسبية والدورة المستندية داخل اي منظمة او داخل اي منشأة. وعندنا الدورة المحاسبية اللي هنتكلم عليها النهاردة، ودي الإجراءات اللي بيقوم بيها أي محاسب داخل أي شركة أو داخل أي منشأة أو منظمة. أول إجراء بيقوم بيه أي محاسب بيجيله الفاتورة بتجيله طبعا الأول. الفاتورة دي زي المحامي لما بيجي يتكلم في قضية أو بيشرح في قضية، ما ينفعش إن هو يتكلم من غير قرائن ومن غير دلائل ومن غير مستندات ومن غير دليل. لازم يكون في مستند او دليل تحت ايده علشان يقدر ان هو يثبت براءة او يثبت صحة قوله او صحة كلامه. فنفس الكلام عندنا المحاسبة بتقوم على المستند، ولازم اي حركة بتتم لازم بقيد محاسبي. حركة شراء قيد محاسبي، حركة بيع قيد محاسبي، اي حركة بتتم داخل المنشأة يجب ان يتبعها قيد محاسبي يترجم هذه الحركات وهذه المعاملات. المستند بتاعنا بيكون الفاتورة، المستند المحاسبي بتاعنا بيكون الفاتورة. فأول حاجة بيعملها المحاسب داخل الشركة، أول خطوة بيعملها إن هو بيستلم الفاتورة سواء كانت فاتورة بيع أو فاتورة شراء، وبيقوم المحاسب بترانسليت الدوكيمنت أو البيل أو الفاتورة دي اللي هي بتكون بين إيديه، بيحولها إلى قيد محاسبي، بيحولها الى جنرال جورنال انتري، حولها الى قيد يوميه عامه. طيب
عندنا هنا بقى يبقى ده اول اجراء بيقوم به المحاسب داخل المنشاه. طبعا ان هو بيمسك الفاتوره كده ويحولها الى قيد محاسبي، وبعد ما يحولها بيسجلها في الدفتر او سجل اليوميه العامه الامريكي او سجل اليوميه العامه. تمام. بعد كده هنا بيدينا مثال بناء فرض ان المنشاه الصناعيه قامت بشراء الات بمبلغ 20,000 جنيه بفاتورة بإذن صرف شيكات، اشترت بشيك المنشأة. كيف يترجم المحاسب العملية السابقة في سجل اليومية العامة؟ هيبقى هنا هنحط رقم القيد ونحط التاريخ بتاع الشراء، والبيان طبعا شراء آلة، والإجمالي مدين وداين. بيبقى الإجمالي 20,000 في المدين و20,000 الداين. لازم يبقى فيه اتزان محاسبي، لازم جانب الأصول بيساوي جانب الدائن. في جانب المدين بيبقى الأصول الثابتة اللي هي الآلة بتحط 20,000 جنيه. هنا طبعا احنا اشترينا بشيك، فطبعا يبقى المدين أو هيبقى الدائن، الجانب الدائن هو البنك. البنك ناقص ان احنا دفعنا 20,000 جنيه بشيك، يبقى الجانب الدائن 20,000 جنيه للبنك. يبقى البنك في الجانب الدائن بتاع البنك هنحط بمبلغ 20,000 جنيه. وبناء على ذلك فإن عمل المحاسب في أي مؤسسة يبنى على المستندات. في المثال السابق فرض أن المنشأة لديها محاسبين، عندها 2 محاسبين، محاسب بيقوم بشراء الفواتير لدى الشركة والمحاسب الآخر يقوم بتسجيل الشيكات. فكيف سيتم التسجيل المحاسبي للعملية السابقة؟ المحاسب الأول سيقوم بتسجيل الفواتير. سيسجل الآتي في سجل اليومية العامة. هيقول من حساب الآلات والمعدات ب20,000 جنيه، 20,000 جنيه من حساب الآلات والمعدات، و20,000 جنيه إلى حساب الموردين. لأن احنا اشترينا الآلات والمعدات طبعا زاد حساب الآلات والمعدات، وحساب الموردين زاد طبعا ان احنا ما دفعناش على طول. ده يعتبر شراء آجل، وبالتالي يبقى حساب الموردين زاد، وحساب الموردين بطبيعته دائن، وبالتالي يوضع في الجانب الدائن 20,000 جنيه في حساب الموردين. المحاسب الآخر الذي يقوم بتسجيل الشيكات سيسجل الآتي في سجل اليومية العامة. هيقول من حساب الموردين 20,000 جنيه. هنا بقى لما نيجي نسدد احنا للمورد، هنيجي نسدد للمورد بقى فلوس المنشأة. قامت بقى ايه، كانت الأول شراء آجل، جاي يوم أو ميعاد السداد، فهنا هيبقى حساب الموردين هيقل، وبالتالي هيقل بال20,000 جنيه اللي هيتسددوا له، وإلى حساب البنك اللي هيدفع، وبالتالي حساب البنك هيقل، وبالتالي بدل ما كان مدين هيبقى دائن وهيقل ب20,000 جنيه. يلاحظ في المثال السابق أن المنشأة الأكبر حجما التي لديها محاسبين قد توصلت في النهاية إلى نفس نتيجة التسجيل المحاسبي للمنشأة الأولى الأصغر حجما التي لديها محاسب واحد، ولكن يتوصل حساب الموردين لأن منشأة أكبر حجما كل محاسب يكون متخصص في تسجيل جزئية معينة لكثرة العمليات المحاسبية بالمنشأة. تمام؟ طبعا المنشأة اللي بتكون صغيرة أكيد محاسب واحد ممكن يقوم بكافة العمليات، إنما لو منشأة كبيرة كل ما يزيد حجم المنشأة كل ما تبقى محتاجة محاسبين بعدد أكتر، ويبقى كل محاسب متخصص في جزئية معينة بيقوم بيها. محاسب عملاء، محاسب شيكات، محاسب يومية عامة، محاسب خاص بتحاليل المصروفات، وهكذا. محاسب خاص بالائتمان الى اخره يعني. طيب هنلاقي ان هنا بص الحساب الوسيط هنا اللي بدأت من حساب الآلات والمعدات 20,000 جنيه الى حساب الموردين، وبعدين بدأنا من حساب الموردين تاني لما جينا نسدد الى حساب البنك. فطبعا الحساب الوسيط هنا هو الموردين، وبالتالي راح اثره عند السداد، فاصبحنا وصلنا الى نفس النتيجه طبعا بالبديهي والطبيعي للمنشاه الاولى اللي عندها محاسب واحد، اللي هو كان من حساب الالات الى حساب البنك. ان المنشاه الاولى دفعت او سددت على طول، ف
كان مباشرة على طول القيد من 20,000 جنيه من حساب الآلات إلى 20,000 جنيه إلى حساب البنك. وبالتالي حساب الموردين الدائم بمبلغ 20,000 جنيه قد أمحى أثره، يعني خلاص مبقاش ليه أثر بالقيد حساب الدائنون المدين بالمبلغ 20,000 جنيه. وتصبح محصلة القيد النهائية زي ما قلت على النحو التالي: 20,000 جنيه من حساب الآلات والمعدات، 20,000 إلى حساب البنك، 20,000 جنيه إلى حساب البنك. تاني خطوة بيقوم بها المحاسب بتسجيل. ايه هي بقى تاني خطوة بيعملها المحاسب؟ بيقوم بتسجيل القيود في سجل اليومية العامة زي ما قلت قبل كده. بعد كده بيسجل القيد ده في سجل اليومية العامة اللي هي second step. الاكونتنت المحاسب records the entries in the general journal، بيقوم بتسجيل في اليومية العامة. وسنعرف فيما بعد انواع اليومية العامة واشكالها. هناخد بعد كده ان شاء الله في المحاضرات الجاية او محاضرة قريبة يعني هناخد انواع اليومية العامة، ان في يومية عامة امريكية اللي احنا بندرسها اللي كتبناها دلوقتي، وفي يومية عامة ايطالية، وفي يومية عامة فرنسية، وفي يومية عامة انجليزية. الخطوة الثالثة يقوم المحاسب بإرفاق المستندات مع بعضها البعض ووضعها في الكلاسير الخاص بها. يعني بعد كده بعد ما عمل القيد وسجله في اليومية العامة المحاسب بيقوم لازم بحفظ المستندات. قلنا ان ما ينفعش حاجة من غير مستند، لازم كل حاجة يبقى لها المستند بتاعها، فالفواتير هي المستند. المحاسب طبعا بيحتفظ بالمستندات. لو طبعا البضاعة لو اتصرفت من المخازن عشان تتباع بيبقى لها اذن صرف من المخزن، فالمحاسب طبعا بيرفق اذن الصرف ده، بيبقى ليه صوره بتروح الحسابات، فبيحط الصوره بتاعت اللي جت الحسابات الاذن الصرف بتاع البضاعه من المخزن، زائد امر الشراء اللي كانت دي اللي كنا شاريين بيه الاول، زائد صوره الشيك اللي هو لو كان البيع تم بشيك او لو كان البيع تم نقدي. بيحط صورة إذن استلام النقدية وبيرفقهم في الأكلاسير الخاص بالحفظ. الخطوة الثالثة يقوم بها المحاسب هي إرفاق المستندات مع بعضها البعض ووضعها في الأكلاسير الخاص بها زي ما قلت. في حالة الشراء يقوم المحاسب بإرفاق إذن صرف النقدية مع فاتورة الشراء مع إذن الإضافة أو إذن استلام المخازن. طبعا ده في حالة الشراء بيبقى فيه بضاعة جاية وبالتالي بيتحط إذن الإضافة أو إذن الاستلام بتاع المخازن مع ورقة القيد اليومية الخاصة بتلك العملية. في حالة البيع يقوم المحاسب بإرفاق إذن استلام النقدية مع فاتورة البيع مع إذن صرف المخازن. ده بقى العكس لعملية الشراء بالظبط. هنا بقى مع حالة البيع زي ما قلت برضو بيحط فاتورة البيع لازم، وإذن صرف البضاعة من المخزن مع ورقة القيد اليومية الخاصة بتلك العملية. هو كده يومية مثلا بفرض ان هو عمل القيد في يومية عامة بره، في ورقة بره، عمل القيد الأول بره وغير قبل ما يسجله في دفتر اليومية العامة الأمريكية. ويتم بعد ذلك حفظهم في الأكلاسير الخاص بها، سواء أكلاسير صرف النقدية أو أكلاسير استلام النقدية أو أكلاسير استلام الشيكات أو أكلاسير صرف الشيكات. لاحظ في حالة صرف الشيكات أو استلام الشيكات لابد أن يرفق مع المستندات السابقة صورة الشيك الخاص بتلك العملية مع المستندات السابقة ومع إذن صرف واستلام الشيكات. في حالة البيع الآجل تكون المستندات هي فاتورة البيع، إذن صرف المخزن، ورقة قيد اليومية، ويتم حفظهم في أكلاسير العملاء أو البيع الآجل. في حالة الشراء الآجل تكون المستندات هي فاتورة الشراء، إذن استلام المخزن، ورقة قيد اليومية، ويتم حفظهم في أكلاسير الموردين أو الشراء الآجل. عكس عملية البيع الآجل عملية الشراء الآجل. هنا بنحتفظ بإيه؟ بفاتورة الشراء، التانية كانت فاتورة البيع. هنا إذن استلام المخازن، التانية كانت إذن صرف المخازن، وورقة قيد اليومية العامة. طيب الأكلاسيرات التي غالبا بتتواجد في أي منشأة أو منظمة، يعني في أكلاسير بتاع القيود اليومية العامة، لأن هو قال زي ما قلنا كده إن هو كان بيفترض إن هو عمل القيد في بره في ورقة خارجية، ورقة كده قبل ما يقيدها في سجل اليومية العامة يعني. فالورقة دي بتتدبس في المرفقات بتاعتها أو بتتحط في أكلاسير اليومية العامة.
يحتوي على قيود مرفق بها مستندات الفواتير وأذونات المخازن وأذونات النقدية وصور الشيكات. كل قيد يتم تسجيله في سجل اليومية العامة. في عندنا بعد كده هو أكلاسير العملاء، يحتوي على صورة أخرى من القيود ومرفق بها مستندات من فواتير البيع وأذونات الصرف، أذونات صرف المخازن. ويستحسن لو يخصص لكل عميل أكلاسير. يبقى العميل ده معروف أكلاسيره إيه، سجل إيه، دفع إيه، اشترى إيه. نفس الكلام للموردين، كل مورد معروف المورد ده اسمه فلان، أكلاسيراته كذا، عليه فلوس كذا، لا بقى محتاج مننا فلوس كذا، سددنا له كذا، إيه اللي فاضل. نفس الكلام بالنسبة للعملاء برضه. برضو نفس الكلام. الأكلاسير الموردين يحتوي على صورة أخرى من القيود زي ما قلنا، ومرفق بها مستندات من فواتير الشراء اللي اشتريناها، فواتير الشراء اللي اشتريناها من المورد ده، وأذونات الاستلام المخازن. طبعا كل ما بنشتري بضاعة بيبقى لازم يخش المخزن بإذن استلام بإذن إضافة. ويستحسن لو يخصص لكل مورد أكلاسير زي ما عملنا لنا برضو في حالة العملاء. السجلات التي غالبا ما تتواجد في أي منظمة أو منشأة. خدنا إيه هي الإكلاسيرات اللي بتكون موجودة في أي منظمة أو أي منشأة. برضو هنتكلم عن السجلات اللي هي غالبا متواجد في أي منظمة أو منشأة. أول سجل عندنا اللي هو سجل طبعا لازم، ده إجباري في أي منشأة، حتى لو بتستخدم الحاسب الآلي وبتستخدم سيستم معين ونظام معين، لابد ان تستخدم يكون عندها سجل دفتري اسمه سجل اليومية العامة. ده اجباري ملزم. سجلين لازم يكونوا موجودين، سجل اليومية العامة وسجل المخزون. دول لازم اجباري يكونوا موجودين في اي منظمة كبيرة او مساهمة. الجنرال جورنال، ويستلزم وجود سجل اليومية العامة داخل كل منظمة او منشأة او مؤسسة، بجانب استخدام الحاسب الآلي. في استخدام الحاسب الآلي لا يغني أبدا أو يلغي وجود اليومية العامة. القانون يلزم كل منظمة أن يتوفر بداخلها سجل اليومية العامة حتى يعتمد هذا السجل في نهاية العام المالي من مأمور الضرائب. فلا يجوز الشطب أو القشط مطلقا في سجل اليومية العامة. لذلك يستحسن أن يتم التسجيل فيه بالقلم الرصاص ثم يتم تحبيره بعد ذلك. أي شطب أو أي قشط في سجل اليومية العامة يعتبره مأمور الضرائب بمثابة إهدار دفاتر ولا يعترف به. وقبل بداية العام المالي الجديد بفترة مناسبة يتم إعداد طلب لشراء سجل اليومية العامة الجديد للعام المالي المقبل، ولشراء باقي السجلات اللازمة للعام المالي القادم. في عندنا السجل الثاني وهو سجل المخزون أو inventory. الانفنتوري أو سجل المخزون ده بيستلزم وجوده داخل كل منظمة أو شركة أو مؤسسة أو منشأة، بجانب استخدام الحاسب الآلي. برضو زي ما قلنا برضو في اليومية العامة ان استخدام الحاسب الآلي او السيستم او النظام المحاسبي الجاهز لا يغني ابدا او يلغي وجود سجل اليومية العامة او سجل المخزون. السجلين الاساسيين داخل اي منظمة هو سجل اليومية العامة وسجل المخزون، ويسجل به اي معاملات خاصة بالدخول والخروج من المخازن بأذونات صرف يجب ان يطابق اجماليها في نهاية كل شهر. بيحصل كل شهر بيطلع فيه موازين مراجعة، وبالتالي لازم ان يطابق السجلات كلها تطابق مع سجل اليومية العامة، وسجل المخزون ايضا يطابق مع سجل اليومية العامة، ويطابق مع الاذونات اللي هي بتاعت المخزون اللي هي سجل الاضافة وسجل الصرف بتاع المخزون. لازم يطابق مع سجل المخزون مع اليومية العامة في نهاية كل شهر، وبالتالي يطابق في نهاية العام المالي مع إجمالي عمود المخزون زي ما قلت في سجل اليومية العامة. في عندنا بعد كده هو سجل الخزينة أو التريجري ريكورد.
يتم التسجيل في صفحته اليمنى كل أذونات استلام الخزينة. بيبقى عندنا سجل الخزنة ده بيبقى عبارة عن صفحتين، صفحة يمين وصفحة شمال. الصفحة اليمين بيتم تسجيل فيها أذونات استلام الخزينة، الصفحة اليسرى أو الصفحة الشمال بيتم التسجيل فيها أذونات صرف الخزينة. ويتم ذلك يوم بيوم، كل يوم لازم يحصل الكلام ده لتوضيح حركة الصرف حركة استلام النقدية وحركة صرف النقدية، أو حركة الوارد وحركة المنصرف للنقدية وحركة الخزينة يوم بيوم. وفي نهاية اليوم يتم وضع إجمالي مبلغ أذونات الاستلام، ويطرح منه إجمالي أذونات الصرف للوصول لرصيد الخزينة عن ذلك اليوم، ويتم تنفيذ ذلك كل يوم، ويجمع رصيد كل يوم على رصيد اليوم السابق له. وبالطبع لابد أن يطابق رصيد سجل الخزينة مع عمود الخزينة في سجل اليومية العامة في نهاية كل شهر، وبالتالي لابد أن يطابق أيضا في نهاية العام المالي. في عندنا بعد كده هو سجل حساب الأستاذ العام General Ledger Account Register، التسجيل في سجل الحساب الأستاذ العام، ويرحل له الحسابات من سجل اليومية العامة، ويكون مكون من 12 عمود. سجل حساب الأستاذ العام بيكون مكون من 12 عمود، أما سجل اليومية العامة الجنرال جورنال بيكون مكون من 17 عمود. وفي عندنا السجل الخامس سجل تحليل المصروفات الإنتاجية أو الصناعية، ده اللي بيبقى فيه الاناليسيز بتاع الاندستريز او الاندستريال اكسبنسز. ويختص هذا السجل بتجميع وتحليل المصروفات الانتاجيه او الصناعيه واظهار رصيدها في نهايه المده، الذي لابد ان يطابق مع رصيد المصروفات الانتاجيه او الصناعيه في سجل اليوميه العامه. في هذا السجل لا يوجد تحت أي بند من بنوده خانة للدائن، لأن هذا السجل معروف إنه سجل مدين، سجل كل اللي فيه المصروفات بتبعتها مدينة. أما لو في إلغى مصروف بيتكتب بالقلم الأحمر بين قوسين فبيتطرح ويبقى معروف إن ده ملغي، وبالتالي بيتطرح من الحساب لأن المصروفات بتبعتها مدينة. في عندنا سجل تحليل المصروفات، النوع الثاني من المصروفات بعد الإنتاجية هي المصروفات التسويقية، هي كل المصروفات الخاصة بعمليات التسويق للمنظمة أو المنشأة أو الشركة اللي هي اسمها الماركتينج اكسبنسز. ويختص هذا السجل بتجميع وتحليل المصروفات التسويقية وإظهار رصيدها في النهاية، الذي لابد أن يتطابق مع رصيد المصروفات التسويقية في سجل اليومية العامة. في هذا السجل لا يوجد تحت أي بند من بنوده خانة للدائن، لأن زي ما قلنا في المصروفات اللي قبل كده كل المصروفات بنفس الطريقة طبعا، لأن السجل معروف إنه سجل مدين لأن المصروفات بتبعتها مدينة. في عندنا بعد كده هو سجل تحليل المصروفات الإدارية والعمومية اللي هي الاناليسيس بتاع الجنرال اكسبنسز او الجنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز. ويختص هذا السجل بتجميع وتحليل المصروفات العمومية والإدارية وإظهار رصيدها في النهاية، الذي لابد أن يطابق مع رصيد المصروفات العمومية والإدارية في سجل اليومية العامة. في هذا السجل لا يوجد تحت أي بند من بنوده بند الانتقالات أو الصيانة أو الضيافة على سبيل المثال خانة للدائن، لأن هذا السجل معروف أنه سجل مدين، لأن المصروفات زي ما قلنا كلها بطبيعتها مدينة. وفي حالة إلغاء مصروف سجل عن طريق الخطأ بالزيادة يتم طرح المبلغ المراد إلغائه، وذلك بوضعه بين قوسين باللون الأحمر تحت البند الخاص به الذي سيطرح منه. فعلى سبيل المثال وضعه بين قوسين باللون الأحمر تحت بند الضيافة إذا كان هذا المبلغ قد سبق تسجيله بالخطأ تحت بند الضيافة. وبيكون شكل السجل زي النحو اللي احنا شايفينه ده على النحو التالي. هنا رقم القيد بيتكتب القيد مثلا وليكن رقم 1، التاريخ يتكتب تاريخ 15/3/2024، البيان تسجيل ضيافة، الإجمالي بيتحط وليكن 300 جنيه، بيتحط في الضيافة 300 جنيه.
لو صيانة بتحط تحت الصيانة، لو انتقالات بتحط تحت خانة الانتقالات. المهم ده دفتر كله معروف ان دي نوعها مصروفات administrative and general expenses، مصروفات عمومية وإدارية. في عندنا بعد كده سجل تحليل المصروفات التمويلية record analysis of financing expenses، المصروفات التمويلية اللي هي المصروفات المترتبة على أخذ قرض. اللي سواء بقى لازم القرض بيترتب عليه طبعا فوائد على فوائد طبعا وعمولات. فالفوائد المترتبة على القرض أو العمولة دي بتبقى معتبر مصروفات تمويلية. دي الاناليسيز بتاعت الفاينانسنج اكسبنسز، المصروفات تحليل المصروفات التمويليه. يختص هذا السجل بتجميع وتحليل المصروفات التمويليه واظهار رصيدها في النهايه، الذي لابد ان يطابق مع رصيد المصروفات التمويليه في سجل اليوميه العامه. في هذا السجل لا يوجد تحت اي بند من بنوده خانه للدائن، لان هذا السجل معروف انه سجل مدين، لان المصروفات بتبعاتها مدينه. وده الاربع انواع بتوع زي ما خدناهم قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده برضو، دول الاربع انواع بتوع المصروفات، بيبقى لهم دفاتر تحليليه لكل نوع من انواع المصروفات. في عندنا بعد كده هو سجل تحليل الاصول الثابته، اللي هو الاناليسيس اوف فيكسد اسيد. يختص هذا السجل بتجميع وتحليل كافه الاصول الثابته وما يطرأ عليها من اضافات، ان اشترينا اصل جديد مثلا او استبعادات، بعنا اصل في المزاد، تخلصنا من اصل معين عن طريق تخريجه او بيعه، واظهار رصيده في نهايه الفتره، الذي لابد ان يطابق مع رصيد الاصول الثابته في سجل اليوميه العامه. زي المخزون، زي اي حاجه، كل سجل لازم يطابق مع السجل العام او السجل الرئيسي وهو سجل اليوميه العامه. في هذا السجل ايضا لا يوجد تحت اي بند من بنوده خانه للدائن، لان هذا السجل معروف انه سجل مدين، لأن الأصول الثابتة بتبعاتها مدينة، ولكن يعبر عن الاستبعادات بوضعها وضع الأرقام بين قوسين أي تطرح. تكتب باللون الأحمر بين قوسين، يعني معناها إن ده المبلغ ده هيتطرح، المبلغ ده سجل بالخطأ هيتطرح من المبلغ الأساسي، زي من حالة المصروف بالظبط. من المصروفات والأصول الاتنين بتبعاتهم مدينين. في عندنا سجل مذكرة تسوية البنك، واللي هي اسمها البنك ادجستمنت. دي بتبقى مذكره بتعملها المنشاه عندها داخليا كده، بتطابق الشيكات بتاعتها مع الاشعارات اللي بيبعتها البنك للمنشاه. البنك بيبعت كل 3 شهور اشعارات كده للمنشآت، فالمنشاه بتبقى عامله دفتر اسمه دفتر مذكرة تسوية الشيكات، بتشوف بالطبق الدفتر بتاعها ده، السجل بتاعها ده مع تسوية البنك او اشعارات البنك. هو عبارة عن سجل يسجل فيه الشيكات الواردة الى الشركة والشيكات الصادرة من الشركة، وذلك لإمكانية إعداد مذكرة تسوية البنك لمطابقة الرصيد في كشف حساب البنك، كشف الحساب بتاع البنك مع الرصيد البنكي من وجهة نظر الشركة. نقدر نطابق طبعا الكشف الحساب بتاع البنك مع الرصيد البنكي للشركة مطلعاه بعد ما عملت مذكرة تسوية البنك. هنا بقى بيقول لك ممكن الاستغناء عن السجلات لو احنا بنستخدم بقى سيستم محاسبي معين، او بنستخدم حاسب آلي وعندنا نظام محاسبي معين جاهز، برامج محاسبية جاهزة. نقدر نستغنى عن السجلات من 3 ل 10، من اول تحليل المصروفات الى سجل مذكرة تسوية البنك. ولكن زي ما قلنا في سجلين اساسيين لا يجب ان يكونوا يلزم وجودهم داخل اي منشأة او اي شركة، وهو سجل اليومية العامة والسجل المخزون. حتى لو بنستخدم برنامج محاسبي جاهز لازم يكونوا موجودين السجلين دول، القانون بيلزمنا ان هم يكونوا موجودين داخل اي منشأة كبيرة او شركة مساهمة. هما سجلين اليومية العامة والمخزون، فلا يمكن الاستغناء عنهما داخل اي منظمة، لابد من تواجدهما حتى لو طبق نظام الحاسب الآلي بجانبهما، لابد من تواجدهما داخل اي شركة او منظمة. هنا بيقول طب ليه ما ينفعش احنا نستخدم عن الدفترين دول؟ يعني
ليه لازم التسجيل يدوي رغم ان المنشأة بتستخدم النظام الآلي؟ يعني ليه كده؟ فقال لك يلزم او الزمت مصلحة الضرائب الجهات المختلفة في جميع المنظمات، شركات، مصانع، مستشفيات، مدارس الى اخره، بضرورة الامساك الدفتري واليدوي وعدم الاكتفاء فقط بالتسجيل الآلي. ويرجع ذلك اول حاجة لان اي شطب او اي قشط في الدفاتر هيبان، فهيتعرف ان الارقام متصلحة او متعدلة. لكن الحاسب الآلي او الكمبيوتر او البرامج الجاهزة ما يبانش فيها اي تعديل او اي قشط او اي شطب. لان اي شطب او قشط في السجلات المحاسبية سيكون واضحا يدل على التعديل الذي تم بالسجلات، مما يوضح ويكشف عمليات التزوير المختلفة للفاحص في السجلات. إذا سواء كان الفاحص مأمور ضرائب أو أي جهة رقابية أخرى عند التسجيل الدفتري. أما عمليات التعديل التي تتم في حالة التسجيل الآلي فلا تظهر للفاحص على الإطلاق، ويكون من الصعب جدا اكتشافها، بل قد يستحيل اكتشافها إذا كان الشخص الذي قام بالتعديل ماهرا في استخدام الحاسب الآلي. قد يصيب النظام الحاسب الآلي للشركة بفيروسات مختلفة ويفسد ويعطل النظام، وبالتالي يعطل العمل بالشركة، بل وقد يحتاج أحيانا لإعادة برمجته. قد تؤدي الفيروسات إلى محو كل ما كان عليه من بيانات، بل وسرقتها والتجسس عليها. وأيضا قد يتسبب دخول شخص غير مؤهل أو غير ماهرا أو غير متخصص في استخدام الحاسب الآلي إلى العبث ببيانات المنظمة وتحريفها وجعلها بيانات مضللة غير سليمة غير واقعية، بل وقد يتسبب دخول شخص غير متخصص إلى قاعدة بيانات الشركة إلى محو بعض البيانات الهامة أو محو جميع البيانات الهامة بدون قصد، مما يتسبب في كارثة حقيقية بالنسبة للمنظمة أو المنشأة أو الشركة. يعني لو السيستم لا قدر الله عطل او جاله فيروس او واحد دخل بوظ الحاجه، حرف حاجه في البيانات، وقع السيستم كله، يعطل العمل ويبوظ الدنيا كلها، والمستندات تروح والدنيا كلها تروح. فلازم يكون موجود عندنا نظام يدوي او سجلات يدويه موجوده جنب النظام الآلي. يبقى قلنا ان الخطوات اللي بيقوم بيها المحاسب هي اللي هو اول حاجه بيقوم باخذ الفاتوره، ثم يعمل عليها كيد محاسبي، ثم يقوم بتسجيلها في نظام او في سجل اليوميه العامه. بعد كده هو ده الخطوه اللي بعد كده بيقوم المحاسب بتدبيس او ارفاق المستندات مع بعضها البعض. ثم بعد كده هو بيقوم المحاسب الخطوه الرابعه بقى، بيقوم المحاسب بترحيل الحسابات من سجل اليوميه العامه الى سجل اليوميه العامه المركزي. في سجل يوميه عامه بيكون سجل يوميه عامه مساعد، بيكتب فيه المورد اسمه احمد، المورد اسمه نصر، المورد اسمه محمد، المورد اسمه عمرو، المورد اسمه هشام. وسجل يوميه عامه مركزي في نهايه كل شهر بيبقى فيه جامع الموردين كلهم بصفه عامه، بيكتبش اسامي، بيكتب الى حساب الموردين. هو بقى اليوميه العامه المركزي ده هو الاساس، هو اللي بيراجعه مأمور الضرايب، وهو ده اللي المفروض ما يبقاش فيه اي شطب او قشط، لان اي شطب او قشط فيه بيبقى في الحاله دي بمثابه اهدار دفاتر ولا يعترف به مأمور الضرايب. يبقى بيسجل بعد كده يرحل الحاجات اللي سجلها في اليوميه العامه المساعده الى اليوميه العامه المركزي او السنترال جنرال جورنال. السنترال جنرال جورنال دي الخطوه الرابعه بيقوم بها المحاسب في الشركه او المنظمه. يقوم المحاسب بترحيل الحسابات في نهاية كل شهر إلى سجل اليومية العامة المركزي بقيد إجمالي مركزي يقوم بإعداده في نهاية كل شهر. تمام؟ أهو شايفين أهو الموردين هنا مكتوبين بالتفصيل. في نهاية الشهر بيبقى من حساب المشتريات إلى حساب الموردين، ده اللي هو هرحله بعد كده هو من اليومية المساعدة إلى اليومية العامة المركزي، من المشتريات إلى الموردين على طول، ما بيكتبش بقى تفصيل في كل مورد اسمه إيه. وبالتالي يتم ترحيل القيد المركزي الإجمالي في نهاية كل شهر كما سبق في المثال السابق، بالرغم من أن الدفتر اليومية العامة الأمريكي به 17 عمودا، فإن سجل اليومية العامة المركزي به 12 عمودا فقط، زي دفتر او زي حساب الاستاذ العام. سجل حساب الاستاذ العام في 12 عمود زيه زي اليوميه العامه المركزي في 12 عمود.
أما اليومية العامة المساعد في 17 عمود. الخطوة الخامسة اللي بيقوم بها المحاسب، يقوم المحاسب بترحيل الحسابات من سجل اليومية العامة المركزي إلى حساب الأستاذ العام في نهاية كل شهر. يقوم ببوستنج أو ترحيل، يقوم ببوستنج تو ذا جنرال ليدجر، يقوم بالبوستنج تو ذا جنرال ليدجر. بعد ما خلاص بقى وصلنا لليومية العامة المركزي، بنقوم بترحيل أو بوستنج للقيود انتريز تو ذا جنرال جورنال أو لحساب الأستاذ العام. أو فتحنا حساب أستاذ عام حرف التي، حساب المشتريات، حساب الموردين. هنا الجانب المدين بيبقى منه، والجانب الدائم بيبقى له. هنا حساب المشتريات إلى حساب الموردين، هنا حساب الموردين بيبقى إلى حساب المشتريات، العكس على طول. وبنرصد، وبيكون حساب المشتريات الرصيد بتاعه في الجانب الدائن، بيكون الرصيد مثلا وليكن في 31/8/2016 هو 2300. حساب الموردين كان فيه 2300 من حساب المشتريات في الجانب المدين، بنرصد وبالتالي بيطلع الرصيد في الجانب المدين 2300، الرصيد في 31/8/2016. حساب الموردين بطبيعته دائن، لذلك ظهر الرصيد في الجانب المدين ليرحل في بداية الشهر القادم في الجانب الدائن. حساب المشتريات بطبيعته مدين، لذلك ظهر في الرصيد في الجانب الدائن ليرحل في بداية الشهر القادم في الجانب المدين، وهكذا الحال لباقي الحسابات في نهاية كل شهر. ويجب دائما التذكر أن أهم سجل يجب أن تمسك به كل منظمة هو سجل اليومية العامة المختوم بختم النسر في بدايته، والذي لا يجوز فيه أي عملية شطب أو قشط لمعرفة حساب مورد معين أو عميل معين تفصيليا وليس بالإجمالي، كإجمالي حساب الموردين أو إجمالي حساب العملاء الذي يظهر في سجل اليومية العامة المركزي أو سجل حساب الأستاذ العام المركزي. هنا لابد لمعرفة رصيد عميل معين أو مورد معين إلى الرجوع إلى حساب الأستاذ المساعد الذي يتم الحصول عليه من اليومية العامة المساعدة. زي ما قلت كده ان احنا الحساب الاستاذ العام ما بيبينش الا اجمالي حساب الموردين كام، اجمالي حساب العملاء كام. انا عشان اعرف اسم وحساب مورد معين لازم ارجع لحساب اليومية العامة المساعدة الامريكية. عايز اعرف عميل معين لازم ارجع لحساب اليومية الامريكية المساعد. اليومية المساعدة بتدي حساب استاذ توصلنا لحساب الاستاذ العام حساب الاستاذ المساعد. اليومية المساعدة بتوصلنا لحساب الاستاذ المساعد، اما اليومية العامة المركزي بيوصلنا لحساب الاستاذ العام. تمام. طبعا احنا قلنا ان حساب الاستاذ او اليومية المركزية بتكون 12 عمود، اما اليومية العامة الامريكية 17 عمود، حساب الاستاذ العام 12 عمود. طيب البنود الكتير قوي الموجودة في المدين، او ازاي ال 17 عمود دول بيترحلوا ل 12 عمود فقط؟ قلنا عشان بيبقى فيه حسابات مدينة كتير جدا قليلة الأهمية بتبقى بتتحط تحت حسابات مدينة أخرى، وحسابات دائنة كتير جدا برضو بتنزل تندرج تحت بند حسابات دائنة أخرى، ودي بنعرفها لما نرجع ل الحساب الأستاذ المساعد أو حساب اليومية العامة المساعدة، أو عن طريق الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. بنلاقي في عمود في الآخر اسمه حسابات مدينة أخرى أو حسابات دائنة أخرى، متجمع تحتها جميع حسابات دائنة وحسابات مدينة. الخطوة السادسة اللي بيقوم بها المحاسب داخل آخر أي منظمة هو ترصيد جميع حسابات الأستاذ العام. Balances all the accounts of the general ledger. يقوم المحاسب بترصيد الخطوة السادسة اللي يقوم بها المحاسب ترصيد جميع حسابات الأستاذ العام. يبقى الخطوة السادسة يرصد بقى، وصلنا لحساب الأستاذ العام يبتدي بقى يرصد حسابات الأستاذ العام زي ما خدناها قبل كده. قلنا بنحط الرصيد ونطلع الرصيد. لو كان الحساب المشتريات ده طبعا حساب طبعا معروف انه مدين، يبقى هيرصد في الجانب الدائن،
عشان يترحل للفترة القادمة في الجانب المدين. يبتدي يرصد حسابات الأستاذ. بعد ما يرصد حسابات الأستاذ بيقوم المحاسب بإعداد ميزان المراجعة. الخطوة السابعة بيقوم بإعداد الترايل بالانس أو ميزان المراجعة. يقوم المحاسب بإعداد ميزان المراجعة أو الترايل بالانس. يبقى the accountant prepares the trial balance. بيقوم بإعداد ميزان المراجعة trial balance بعد ما يرصد حسابات الأستاذ العام. ترتب بناء على حسابات الأستاذ العام وذلك بترحيل الأرصدة من حسابات الأستاذ العام. ويكون الترتيب في الترايل بالانس أو الميزان المراجعة على النحو التالي. أول حاجة بتتحط فيه الأصول طويلة الأجل long term asset، والأصول قصيرة الأجل current asset، والأونر equity أو حقوق الملكية. الالتزامات بعد حقوق الملكية بيتحط الالتزامات liabilities، long term liabilities والshort term liabilities، وبعد كده بيتحط الاكسبنسز، واخيرا الريفينيوز او الايرادات. ادي هو بيكون بشكل يعني مثال صغير كده للترايل بالانس. بعد ما يعمل الترايل بالانس يقوم المحاسب باعداد الحسابات الختاميه او الفاينل اكاونتس، اللي هي بتكون حساب المتاجرة التريدنج اكاونت او حساب الارباح والخسائر البروفيت اند لوس اكاونت. وطبعا عندنا في المنشأة التجارية تم استبدالهم بقائمة الدخل، ثم اعداد الميزانية العمومية بالانس شيت. في المنشأة الصناعية بيكون فيه حساب التشغيل او حساب اللي هو حساب الانتاج الاوبريتنج او البرودكتنج اكاونت، وحساب المتاجره تريدنج اكاونت، وحساب الارباح والخسائر اللي هو البروفيت اند لوس اكاونت. ودول اللي احنا قلنا تم استبدالهم الثلاثه بقائمه الدخل، ومعاهم بعد كده هو بيبقى في قائمه ثانيه اللي هي قائمه الميزانيه العموميه البالانس شيت. طبعا هنتعرض لكل حاجه بالتفصيل فيما بعد باذن الله. نكتفي بهذا القدر النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.